مستمعينا الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. معكم أنا ندى إبراهيم في حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتاب، والذي سيجمعنا بكم كل يوم ثلاثاء عبر أثير إذاعة هيبي اف ام. مستمعينا الكرام، في حلقة هذا اليوم سنتناول كتاب كراهيات منفلتة لمؤلفه الدكتور نادر الكاظم، والذي صدر عن الدار العربية للنشر والتوزيع. عدد الصفحات 181 صفحة. في حلقة هذا اليوم سنطرح عددا من المحاور والتساؤلات الملحة في هذا الكتاب، ومنها: أولا، لماذا نحن بحاجة إلى مراعاة الآخرين؟ ثانيا، ماذا نعني بمصطلح الكراهيات المنفلتة؟ ما هي أهم أسباب الكراهيات بين الجماعات؟ كيف تلعب وسائل التواصل الحديثة دورها في زيادة الكراهيات؟ هل لعبت الديمقراطية دورا في انتشار وزيادة الكراهيات بين الجماعات؟ سؤال آخر: ما الفرق بين الإنسان البدائي والإنسان الحديث أو المدني من حيث الكراهيات؟ وأخيرا، كيف يفترض علينا التعامل مع تلك الكراهيات تجاه الآخرين لتأخذ منحا إيجابي؟ كل هذه التساؤلات والمحاور سنناقشها ونجيب عنها في تناولنا لهذا الكتاب بعد هذا الفاصل. يقول سبينوزا: تزداد الكراهية إذا قبلت بالكراهية. لماذا نحن بحاجة إلى مراعاة الآخرين؟ يوضح الكاتب أنه في عام 1932 كلفت عصبة الأمم والمعهد الدولي للتعاون الفكري في باريس عالم الفيزياء المشهور ألبرت أينشتاين بإدارة نقاش صريح حول أي مشكلة يختارها هو بنفسه، وكان على أينشتاين أن يختار شخصا ما لمناظرته. وقد وقع اختيار أينشتاين على فرويد، الذي كان آنذاك قد كتب كتابا عن الحضارة وإحباطاتها، والذي بين فيها التلازم بين غريزتين أساسيتين لدى الإنسان، وهما الغريزة الجنسية والعدوانية، حيث بين أن الحروب ترتكز على رغبة غريزية قوية متجذرة في نفوس البشر، تلك هي غريزة الكراهية والتدمير والعدوانية. هذه القناعة عند فرويد هي التي جعلت أينشتاين يختاره كشريك له في تلك المناظرة، حيث يرى فرويد أن الكراهية هي نتيجة مباشرة لغريزة العدوانية، وهي ميول ونوازع لا يمكن اقتلاعها ولا يمكن قمعها، بل يمكن تصريفها في قنوات أخرى غير قنوات الحروب والصراعات المدمرة. أعزائي المستمعين، يوضح الكاتب هنا في نقطة أخرى أن كثيرا من البلدان والعلماء راهنوا على قيام مجتمعات خالية من الكراهية والعدوانية، والتي تؤدي إلى إنشاء مجتمعات خالية من الطبقات والقوميات بلا عداوات. وقد راهن الحداثيين على عالم حديث وتطور قيم أخرى كالفردانية والعقلانية، أي الوصول إلى ثقافة كونية تمحي من على مسرحها كل القوميات والطوائف، والذي يؤدي بذلك إلى تراجع تلك الكراهيات بين الجماعات. فمثلا اليسار الماركسي راهن على زوال العداوات في حال زوال وإلغاء الملكية الخاصة. في نقطة أخرى يوضح الكاتب أن هذه الكراهيات المنفلتة بين الدول والأمم ازدادت مع تطور وسائل الاتصال والتواصل وأيضا المواصلات، فبدلا من أن ينفتح كل مجتمع على آخر، أدى ذلك إلى زيادة الكراهيات بين المجتمعات والأمم، على عكس ما كانت تتوقعه الماركسية، حيث كان في نظرهم أن التسهيل اللامتناهي لوسائل المواصلات والاتصال سيلغي هذه الكراهيات بين الأمم والجماعات، وسيؤدي إلى انفتاح كل مجتمع على آخر وتقبله له.
رمز الكاتب أو المؤلف سبب هذه الكراهيات إلى العزلة الجغرافية والتقوقع والانكفاء بين الجماعات، حيث يمكننا أن نستنتج أن زوال العزلة يؤدي بذلك إلى زوال الكراهيات بين الجماعات، وبالتالي يؤدي إلى انفتاح الجماعات على بعضها بفضل وسائل التسهيل والمواصلات والاتصالات كنتيجة متوقعة، إلا أنه حدث العكس تماما، حيث أن وسائل التواصل والمواصلات هي وسائل مرنة استخدمتها الجماعات لصالحها، ولم يساعد ذلك على الانفتاح بشكل جيد كل منها على الآخر، بل وضعتها أيضا في عزلة تواصلية، حيث أصبح لكل مجتمع أو جماعة وسائل اتصال خاصة كالإذاعات والفضائيات والمنتديات الإلكترونية. أعزائي المستمعين، في هذا المحور يتحدث الكاتب عن كتابه استعمالات الذاكرة، حيث يصف لنا أن الألم هو أساس ومصدر للذاكرة والتذكر، فالألم هو بمثابة جرح لا يلتئم، وإن التئم فإن أثره باق لا محالة، وهكذا يبدو أثر وألم الكراهية بين الجماعات. يقول فريدريك نيتشه إن الألم هو أقوى مساعد على تقوية الذاكرة، ويبين الكاتب لنا أن جماعات السود واليهود الذين عانوا وتألموا كثيرا أن ذاكرتهم من هذه الناحية حية، بعد أن تعرضوا للكثير من الكراهيات المنفلتة والتحقيرات التي استهدفتهم طوال التاريخ. في نقطة أخرى يوضح الكاتب لنا أن ما ينطبق على الجماعات ينطبق على الأفراد أيضا، حيث يوضح سيغموند فرويد أن العدوانية والكراهية غريزتان أساسيتان في الطبيعة البشرية، وأنه لا سبيل لاقتلاع جذور الكراهية من نفوس البشر. وأيضا اكتشف فرويد أن الكراهية هي وسيلة لتعزيز التلاحم داخل الجماعة أو الأمة، حيث أنه لا يمكننا أن نتصور أمة أو جماعة تكون حدودها هي كامل حدود الإنسانية جمعا، لأن الكراهية عندئذ ستكون مكفوفة وبلا موضوع، مما يعني أنها سترتد على الذات، أي أن الذات هي التي ستصبح موضوع الكراهية. أما الآن فسنطرح التساؤل التالي: ما علاقة الكراهية بالذاكرة وبتلاحم الجماعة؟ ماذا يجري اليوم لهذا النوع من النوازع الغريزية العنيدة؟ وماذا ينتظرها من مصير قلق في ظل التحولات التي تحصل؟ في هذا المحور يبدأ الكاتب بطرح قصة الشيخ يوسف البحراني. هو شيخ شيعي، وهو شيخ مشايخ العراق والبحرين، ومن أشهر مؤلفاته الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة، وهي أكبر موسوعة فقهية. هذا الشيخ معروف أيضا وكثيرا لدى عموم السنة المتدينين والسلفيين، منهم على نحو أخص، إلا أن المفارقة هنا أن هؤلاء السنة والسلفيين على وجه الخصوص يعرفون هذا الشخص برؤية سلبية جدا، حيث أنهم يكرهونه كثيرا ويلعنونه وينعتونه بأبشع النعوت البذيئة والمقززة. يجري الكاتب هنا مقارنة بين رؤية السنة المعارضين جدا للشيخ يوسف البحراني ورؤية الشيعة الموالين له، حيث يقول: يتشابه الشيعة والسنة في وصف الشيخ يوسف بأنه من أكبر فقهاء الشيعة وعلمائهم، إلا أن هناك فرق بين رواية كل من الشيعة والسنة، فالتعظيم صادق وحقيقي لدى عموم الشيعة، كما أنه جاء من باب التفاخر والتبجيل لمؤلفات هذا الشيخ. أما عند السلفيين أو السنة فهو تعظيم غير صادق وغير حقيقي، إنما هو تعظيم ذرائعي واستعمالي، وذلك للهجوم على عقائد الشيعة والتشنيع عليها من باب شهد شاهد من أهلها. كل هذه النظرة السلبية تجاه هذا الشيخ وكل تلك الكراهيات من قبل جماعات السنة والسلفيين تعود إلى كتابه أنيس المسافر وجليس الحاضر، الذي يعرف باسم كشكول، حيث أطلقت كل تلك النعوت على هذا الشيخ فقط لحكايتين كتبهما في كتابه، وهي عبارة عن 2.5 صفحة من كتاب يقع في 3 مجلدات، وكل مجلد منها عبارة عن 400 صفحة، إلا أنه في هذه الصفحات يقوم من ورائها بالطعن في نسب واحد من أبرز صحابة الرسول وجرأته في إيراد هذه الحكاية وذكرها وتدوينها. وأيضا
أيضا يتكلم الكاتب هنا عن الحركة الوهابية التي كان الشيخ يوسف البحراني متصلا بها، والتي من خلالها اكتسب جرأة كبيرة أدت به إلى طرح تلك الحكايات والتي أثارت سخط المسلمين والسنة. أعزائي المستمعين، قصة الشيخ يوسف البحراني هذه توضح درجة الكراهية الكبيرة بين المذهبين الكبيرين، حيث يوضح الكاتب أن هذه الكراهية عريقة وممتدة عبر القرون. ومن خلال سرد قصة الشيخين البحراني ومحمد بن عبد الوهاب وموقفهما من السنة والسلفيين، يبين المؤلف عن كراهية مستفزة ومؤذية ومتبادلة عبر القرون، وكنتيجة وردة فعل من السنة والسلفيين فقد قاموا بشتى الوسائل وحاولوا الانتقام والرد على الشيعة وشيخهم البحراني حتى بعد وفاته. كل هذا يدل على أننا أمام حوادث من الكراهيات القاتلة التي جرى تمهيد أرضيتها بكراهيات منفلتة جرى استثارتها وتعزيز استمراريتها في التاريخ بجملة من الخطابات المستفزة. وكمثال على الكراهيات المنفلتة بين الأشخاص أو بين الجماعات، أصحاب السلطة أو السياسيين المتمسكين بالسلطة والطامحين إلى الإمساك بها ينخرطون سرا أو علانية في سياسات التحريض على الكراهية الجماعية، وذلك لتحقيق مصالحهم العليا، حيث يرى فرويد أن الكراهية هي وسيلة مغالاة ومربحة لكسب المزيد من المصالح السياسية والانتخابية. وكمثال على ذلك، اليهود قدموا حسب فرويد خدمة ثقافية كبرى ضمنت التلاحم للشعوب والأمم التي بنت تماسكها الداخلي من خلال تصريف طاقة الكراهية باتجاههم، إلا أنه حلت المكاسب السياسية محل حاجات الأمم الثقافية للتلاحم والتماسك. وهذا تحول مهم وخطير، لأنه يجعل مشاعر البشر وانفعالاتهم عرضة للتلاعب السياسي. في نقطة أخرى يوضح الكاتب أن هناك الكثير من التقارير التي رصدت صعود اليمين المتطرف وانتشار مظاهر الكراهية للأجانب في الدول التي تمتلك تجربة عريقة في الديمقراطية. ففي عام 1991 أشار تقرير صادر عن مجلس وزراء للاتحاد الأوروبي إلى أن الكراهية العنصرية انتشرت مع انتشار الديمقراطية في العالم ما بعد الشيوعي. أعزائي المستمعين، هل هذه الظاهرة طبيعية؟ وهل يمكن تفسيرها من خلال القول أن الديمقراطية تسمح بحرية التعبير بما في ذلك التعبير عن القضايا والمشاعر المزعجة والجارحة؟ هذا النوع من التعبير لم يكن متداولا في السابق، لا بسبب انعدام هذه المشاعر والقضايا، بل لانعدام الديمقراطية التي تسمح بحرية التعبير عن ذلك. هل يمكن الأخذ بهذا التفسير، أم أن هذه المفارقة تكشف عن عرض من أعراض أزمة عامة ومتجذرة تمس جوهر فكرة الديمقراطية في العصر الحديث؟ هنا يوضح المؤلف أن المجتمع السياسي في العصر الحديث معني بدرجة كبيرة بالمظاهر الشكلية والإجرائية للديمقراطية، والمتمثلة في وجود الانتخابات والتمثيل السياسي وتداول السلطة وغيرها، وذلك بمعزل عن جوهر فكرة الديمقراطية التي تقوم على ضمان احترام كرامة الإنسان والاعتراف بأن البشر غايات جديرة بالاحترام بحد ذاتها. يشير المؤلف هنا إلى أهمية التذكير بجوهر فكرة الديمقراطية الذي هو جوهر أخلاقي بالدرجة الأولى، ويتمثل فيما يسميه يورغن هابرماس بأخلاقيات المناقشة والمجادلة، ويتمثل كذلك فيما يسميه تشارلز تايلور بسياسات الاعتراف. أعزائي المستمعين، سؤال آخر نطرحه: ما الذي حصل للكراهيات؟ لماذا لم تكن هذه الكراهيات المنفلتة والتي نتعامل معها نحن اليوم بحساسية ووجل كبيرين، لماذا لم تكن آنذاك على هذه الدرجة من الأذى والحساسية الصادمة؟ يمكن فهم هذا على أنه تحول في الذهنيات الذي حصل بين القرن الثامن عشر والوقت الراهن. فمن المعروف لدى المنظرين في تاريخ الذهنيات أن بعض الأشياء تكون ممكنة ومقبولة في فترة معينة وفي ثقافة معينة، لكنها لم تعد كذلك في فترة أخرى. الآن هل الكراهية امتياز للأقوياء فقط؟ بالطبع لا، فالضعفاء يكرهون كما الأقوياء، إلا أن هذا لا ينفي حقيقة أن الكراهية تتطلب جرأة لتمثلها، حيث سبق لأرسطو أن التفت إلى أن أسباب الثورة ضد الحكومات إنما تكمن في شعور الناس بالظلم والخوف والإهانة، إلا أنه لاحظ أن حظ الإهانة أعظم من الظلم في الإطاحة بالحكومات، والسبب في ذلك أن الإهانة تتسبب في استثارة مشاعر تعمل كمحفزات على رد الفعل
والانتقام مثل الحقد والاحتقار. هنا يقول الكاتب: إذا كان هدف المجاهرة بالكراهية أن نكسب الآخر إلى صفنا فنحن مخطئون، أما إذا كان الهدف أن ندمر الآخر معنويا فإن هذا مطلب يتحقق، وبخاصة في حالات الكراهية الفردية. أما الآن وكنتيجة مختصرة، فيوضح الكاتب أننا لسنا مضطرين ضعفاء وأقوياء لمواجهة مواقف الكراهية في كل مرة نعبر فيها عما يجيش في صدورنا من حقد وغل وكراهية، حيث يوضح أن العزلة والسرية تسمحان لنا بذلك دون مواجهة مؤذية وغير محتملة العواقب. وهذا هو حال الكراهيات العريقة طوال القرون الماضية، التي ما كان لها أن تنتعش لولا عزلة الطوائف والجماعات وسياقات التواصل الخصوصية المنغلقة. في هذا المحور سنجاوب عن التساؤل التالي: لماذا فرض على الإنسان أن يقوم بكبت الكراهية عنده؟ وما هي القيود التي فرضت عليه؟ يقول الكاتب: لنفترض أن أحد الكتاب القدامى يعيش الآن بيننا، فهل سيكتب بنفس الطريقة والجرأة التي كتب بها من قبل؟ بالطبع لا، لأن هناك قيود وضوابط فرضت على الجميع في السنوات الأخيرة لن تمكن الكاتب على الكتابة بنفس الطريقة التي كتب بها، حيث أن الإنسان مهما بلغ من درجة التعبير عن آرائه وأفكاره وعن نفسيته، لأنه سيكون هناك ضوابط يخضع لها تمنعهم من أن يكونوا أحرارا في الكتابة. ويوضح الكاتب أن الكراهية المنفلتة تنتشر بوقتنا الحاضر بصورة أكبر، إلا أنها تفتقد إلى الجرأة وتبدو هشة وهزيلة إذا ما قيست بنظائرها القديمة. فرويد يرى أن لدى البشر غرائز ورغبات أولية وغالبة تبحث عن الإشباع بأي ثمن، وهذا هو حال الغريزة الجنسية والعدوانية أي الكراهية، إلا أن ثمة طبيعة اجتماعية لدى البشر وهي طبيعة غالبة كذلك، وهي لا تسمح بالإشباع الحر والطليق لهذه الغرائز الخطرة على المجتمع. ومن هنا جرى كبت هذه الغرائز بفعل الحضارة وأدواتها وقوانينها وأعرافها، التي ربما وجدت كما يراها فرويد لتبعدنا عن حالة أسلافنا البهيمية، لأنه يوضح الكاتب أن كبت تلك الدوافع وعدم إشباعها يؤثر على سعادة الإنسان، على عكس الإنسان القديم الذي كان يسمى ابن اللحظة الشقي، حيث كان يشبع رغباته وغرائزه في لحظتها. أعزائي المستمعين، في محورنا الأخير يوضح لنا الكاتب بكيفية التعامل مع مشاعر الكراهية وكيفية ضبطها، حيث يبين الكاتب أن الإنسان يجب عليه أن يقوم بتقبل ذاته والآخرين ويحول مشاعر الكراهية إلى أساليب أخرى يتعامل بها مع الآخرين تتجه باتجاه احترام غيره من الناس. ويقول الكاتب أن على البشر أن يكونوا ممثلين مع بعضهم، ويوضح أن البشر ممثلون بدرجات متنوعة وبكفاءات متفاوتة، لأن التمثيل هو أسلوب حياة اضطراري غايته النجاة، حيث أن التمثيل هو خاصية إنسانية يمتاز بها الإنسان عن الكائنات الحية الأخرى، ويكون مرغما دوما على التصرف تجاه نفسه والآخرين، ومرغما على أن يعيش حياة يخرجها هو بنفسه انطلاقا من القواعد التي يمليها عليه المجتمع، حيث يقول أرسطو: الإنسان حيوان ممثل بطبعه. وأخيرا يمكننا القول أن هناك اختلاف كبير بين الإنسان البدائي المتوحش والإنسان المدني، ويكمن هذا الاختلاف في أن الإنسان المتوحش يعيش داخل نفسه، أما المدني أو الحديث فهو يعيش خارج نفسه وداخل آراء الآخرين، حيث يستمد وجوده من الناس الذين حوله، وهذا أكبر دليل على قدرته على التمثيل على الآخرين. وبالنهاية يمكننا القول أن الكراهية هو شعور غيري بامتياز، أي أنه شعور نابع من الالتفات إلى الغير المكروه وأخذه بعين الاعتبار على نحو سلبي وبغيض. وكذلك فإن التعرض للإهانة من قبل شخص ما يؤدي إلى خلق شعور الكراهية، حيث أننا نرفض التعرض للإهانة من قبل أشخاص آخرين، لأن ذلك يؤدي إلى خفض تقدير الذات بالنسبة لنا وعند الآخرين، وهذا كله يؤدي إلى خلق شعور الكراهية.
أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج قراءة في كتاب، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة.